السلام عليكم. اليوم مع وصفة موالي جيتكم بساندويتش فاخيتاس. هذا الساندويتش رائع، يعني من العائله تاع التاكوس. اليوم عطيت لكم واحد الوصفه اللي ياكلها الكبير والصغير، ونأكد لك انك ديريها وراح تعاودي ديريها شحال من مره. يلا تبعي معايا للاخر باش تكتشفي الطريقه كيفاش حضرت هذا الساندويتش تاع نهار اليوم. بالنسبه للحشو نتاع الساندويتش تاع اليوم، عندي هنايا نص صدر نتاع الدجاج نقطعوه هكذا شرائح، ولا يعني اللي تشري من عنده يقطعوا لك، ما يهمش. المهم شرائح، حنا هنا ما يهمناش رقاق ولا خشن، ماذا بينا تقطعيهم رقاق هكذا باش يطيبوا لنا في المقله. اذا نقطعهم هكذا شرائح رقيقه. من بعد ندلو شويه نتاع الملح وشويه نتاع فلفل الكحل. هذا واش نديرلهم في الاول، رشه خفيفه فقط هكذا. من بعد نحكم مقله ندير فيها كميه نتاع الزيت، ونزيد لهم شويه نتاع لا مارغرين ولا الزبده من هكذا، نخليهم يذوبوا. وندير هذاك السكالوب في المقله يطيب. لازم نطيبو 100% ونحمرو من جهتين. من بعد نقلبو الجهه الاخرى. من بعد نحيهم من المقله. من بعد في نفس المقله اللي قليت فيها داك الدجاج ندير فيه حبه بصل مقطعه رقيق. يعني هذه الطريقه يجي احسن. كاين اللي يديروا فيه الفلفل الاخضر، انا ما عجبنيش بكل صراحه. عجبني بهذه الطريقه اللي راح نديرها لكم نهار اليوم. اذا نخلي هذا البصل حتى يدبل مليح مليح ويتكرمل. في الوقت اللي البصل الله يطيب نحكم هذاك الدجاج، نحكموه هكذا ونفتو. دونك هما عندهم هذاك يعني هما حرفيين يقطعوه هذاك الدجاج رقيق 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 رقيق. دوك انا نسيي نخدم كما يخدموا هما. اذا نحكموا ونقطعوا الدجاج. هذه الطريقه راح يجينا الدجاج احسن ما نقطعيه من بعد طيبيه. لازم تجربوا هذه الطريقه، يعني يفتوه هكذا. يعني اليوم راح ندير لكم بواحد الوصفه اللي كامل العائله رايحه يحبوها. لاحظوا كيفاش راني نفتت فيه هكذا. شفتوا كيفاش تفتت بهذه الطريقه. نزيد نفتت كامل الكميه اللي عندي. انا الدجاج الا لاحظتوا درت صدر كامل، يعني 2 طراف. نكمل نفتوه كامل. بعد ما فتت كامل هذاك الدجاج، هذاك لو جو ما تضيعوش، نعاود نزيدو في الخليط تاع البصل ولا كريم فريش. بعد ما طاب مليح هذاك البصل، شوفوا كيفاش طيبتوه، ماشي تحرقوه لكن يتكرمل ويطيب مليح. راح ندير عليه فرماج. اليوم انا حندير فرماجه ذوق الشيدر. دائما خيروا الفرماج اللي يكون يذوب. اذا ندير كميه مليحه تاع الفرماج هكذا، نص طرف نفتحها هكذا شويه باش يذوب لنا. وندير عليهم كميه نتاع لا كريم فريش، يعني اللي تكفينا باش هذاك الدجاج ما يجيناش ناشف. انا درت هكذاك بالتقريب واحد الكاس ونص تاع لا كريم فريش، يعني نفس الفكره نتاع الطاكوس. هكذا نخلي على نار قليله، ندوب هذاك الفرماج اللي درتو. من بعد ندير لهم شويه تاع الملح، ما نكتروش، غير شويه تاع ملح هكذا باش ما يجيناش مالح. ندير لهم شويه توابل الخاصه بالدجاج، غير شويه فقط باش يعطونا البنه. ونبقى نخلط على نار قليله حتى يذوب لي هذاك الفرماج ويتخلط لي مع لا كريم فريش. هنا مثلا تقدري تزيدي الفرماج رابي، ديري شيدر مرابي، لكن تقدري تكتفي كما درت انا نهار اليوم غير بالفرماج طري. ندير هذاك الدجاج اللي فتتو، لانه حندير انا كميه شويه بزياده. تقدري ديري غير نصف الكميه. بلا ما ننسى هذاك العصير، هذاك الجو تاع كيما طيبنا الدجاج تاعنا. ونبقى نخلطها هكذا حتى يتعسل لنا مليح وتحسي انه هذاك الدجاج تفتت. لاحظوا كيفاش قطعته، لازم تقطعيه مليح مليح حتى تحصلي على هاد النتيجه.
شوفوا كيفاش جانا معسل. اذا ها هو الخليط تاعنا معسل هايل، يعني ما يبانش البصل وداك الدجاج، يعني شرب لنا كامل التتبيله لا كريم فريش والفرماج. من بعد نحكم هنا الخبز اللبناني. يعني احسن خبز جربت هاد الساندويتش هو بالخبز اللبناني، بالخبز نتاع التاكوس اللي يتباع ما كان حتى بنا، هذا يجي هايل. ولا تقدري تجهزي الخبز اللي جهزته انا من قبل، جهزيه وخدمي به. اذا واش ندير؟ نحكم هذاك الخبز اللبناني، هذا الكلا خليه للداخل وهذا الفونسي ديريه للبرا. اذا نحكم ندير كميه تاع الحشو، والحشو القوام تاعو كيفاش يجي، يعني لازم يجينا هكذا معسل. واحد البنايه البنات، خطره كليتو في مكان لكن دايرين الحشو بزاف والله ما قدرت ناكله، تحسي انه بزاف شارجي وبزاف يقهم. حنغلقو لكن نغلقو على شكل مثلث هكذا، يجي الشكل تاعو بزاف شباب البنات. تقدري ديريه هكذا مدور سيكا، لكن مثلث يجي هايل. ندير هكذا وندير هذا الطرف من التحت هكذا، هذا هو، ونزيروه مليح. نزيد نعمر كيما هنا. تقدري تجهزيهم بهذه الطريقه وتحطيهم في بلاصه كي تحبوا تتعشاو ولا تفطروا ولا ديري ساندويتش للدراري. واش ديري؟ سخنيهم فقط في البانينوز والا في المقله. اذا نكمل نعمر كامل الخبز اللي عندي. انا هما معانا بعد ما الكامل لويتهم. من بعد نحكم طاجين نديرو يسخن. تقدر ديري بانينوز، اليوم انا حندير باش الناس كامل تقدر ديرو. اذا نحكم هكذا الطاجين نديرو يسخن، ما ندهنو ما والو، ونحط هذوك لي ساندويتش تاعنا هكذا. هذاك اللي قفلتو نديرو من التحت هكذا باش يشد روحو مليح. اذا ندير كميه تاع لي ساندويتش اللي نقدر هكذا نوسيهم هكذا في الطاجين، ونضغط عليهم هكذا خطره خطره باش يتحمروا لنا. الله الله. بعد كي يتحمروا من هذه الجهه نقلبهم للجهه الاخرى هكذا. شوفوا درنا ديك التحميره الله الله عليها بهذه الطريقه، ونبقى ضاغطه عليهم حتى يزيدوا يتحمروا من الجهه الثانيه. بعد ما حمرتهم مليح من جهتين نحيهم ونكمل نحمر الاخرين. الان كيفاش راح نقدموه؟ دوك انا كيفاش يقدموه هكذا ويديروا لي فريت معاهم، يعني كل واحد يدلك فخيطاس واحد ويدير معاه شويه نتاع لي فريت بهذه الطريقه. نزيد معاه هكذا واحد نتاع الحار، كاين اللي يقطع الحار ويديروا مع الدجاج اللي يحبوا ياكلوا الحار، ويزيدوا هكذا حبه تاع الزيتون. والساندويتش تاعنا راهو واجد معانا والله روعه روعه روعه. الوصفه تاع النهار اليوم هي معنا واجده، نتمنى انكم تجربوها الوليدات باش تتمتعوا بالطعم تاع هذا الساندويتش. شوفوا كيفاش يجي، هذا هو الكبر نتاعو ما في المحلات يعني هكذا. راح نقسم لكم منه شويه هذا باش تشوفوا كيفاش جانا. بسم الله. هذاك الخبز اللبناني هايل كي يتحمر، يعني انا نفضل الخبز اللبناني وانتم ديروا واش حبيتوا. شوفوا الداخل القلب تاعو يجي معسل ويجي بنين، يجي رائع. نتمنى انكم تجربوا الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.